كنت حكيت لك في الفيديو اللي فات ان علاء الدين في القصه الاصليه كان شخص قذر وكسول، وعجبته الاميره بعد ما راح يتجسس عليها في الحمام، وكمان خطفها ليله فرحها. ولكن دلوقتي في ساحر خطف منه الاميره والقصر بتاعه، وكمان معاهم المصباح اللي كان بيحقق امنياته، والسلطان قال له ان هو هيقطع رقبته لو ما لقاش الاميره خلال 40 يوم. علاء الدين خرج عشان يدور على الاميره في كل حته، ولكنه ما وصلش لحاجه عنها، وبدات الايام انها تخلص منه لحد ما خلاص بقينا في اليوم ال40. وهنا علاء الدين عرف ان هو مش هيقدر ان هو يلاقي الاميره، وقرر بقى من اليأس ان هو هيرمي نفسه في النهر. ولما رمى نفسه في النهر والتيار كان بدا يشده خلاص، ضم ايده الاتنين لبعض وبدا يطلب من ربنا ان هو ينجيه. اللي حصل برضه ان هو لما قفل ايده الاتنين على بعض حك الخاتم تاني، الخاتم اللي الساحر اداهوله في المره اللي فاتت، وطلع له نفس الجن تاني، وعلاء الدين خلاه ينقذه، وكمان طلب منه ان هو يعرف له او ينقله للمكان الموجوده فيه الاميره بتاعته. الجن فعلا بيوديه هناك، ولما بيوصل بيلاقي الاميره لوحدها موجوده في القصر، وبتقول له ان الساحر حبسني هنا. فهو بياخدها عشان يهربها، ولكن بتقول له استنى، خد بالك ان هو معاه المصباح وهيقدر ان هو يلاقينا في اي وقت، ومش هيرتاح غير لما يموتنا احنا الاثنين. فبيقول لها طب انت شايفه ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله؟ قالت له انا وانت لازم نعمل له فخ ونخلص عليه النهارده. وفعلا الساحر لما بيرجع من بره، الاميره بتقول له النهارده كان اليوم ال40، واكيد ابويا قطع رقبه علاء الدين لان هو ما قدرش انه يلاقيني، وهي مستعده انها تبدا حياتها الجديده معاه لان هي بقت بتحبه. قررت انها تحضر له العشاء، وعلاء الدين حط له سم في الاكل، وفعلا الساحر بيموت وهو متسمم، وعلاء الدين بياخد المصباح وبينقل نفسه هو والاميره والقصر ويرجعوا تاني على مكانهم في المملكه اللي كانوا عايشين فيها. القصه للاسف ما انتهتش على كده، وده لان الساحر كان عنده اخ اصغر منه، والاخ ده كان ساحر برضه ولكنه كان اشد واشر منه بكتير. ولما سمع باللي حصل لاخوه قرر ان هو هينتقم من علاء الدين، ولكنه هيعمل ده بخطه ذكيه، لانه عارف ان علاء الدين المره دي مش هيقع في نفس الغلطه اللي فاتت ويسيب المصباح في اي حته بعيد عن ايده. فاخو الساحر بيسافر بعدها للصين، وبيكون هناك في ست كبيره من اللي بيفهموا في الدين يعني، ومعروف الكرامات بتاعتها، اسمها فاطمه. فاخو الساحر بيروح لها وبيطعنها، وبياخد اللبس بتاعها وبيحط نفس المكياج وبيداري وشه، وبيروح على القصر بتاع علاء الدين اللي كان معمول في حفله بمناسبه رجوع الاميره. الحراس طبعا لما بيشوفوا اللبس بيفكروا ان دي فاطمه الست المشهوره، وبيسمحوا لها بالدخول لان هي من كبار الزوار. ولما بتقابل علاء الدين جوه، او يعني لمنتهى شخصيتها، بيقول له القصر بتاعك جميل جدا ولكن ناقصه حاجه واحده. علاء الدين بيقول له ناقصه ايه؟ قال له القصور الكبيره اللي زي كده لازم يكون في السقف بتاعها متعلق بيض الطائر رخ. علاء الدين طبعا بجهله وبغروره وطمعه بيطلع المصباح السحري وبيطلب من الجن ان هو يجيب له بيض الطائر رخ ويعلقها في السقف. فساعتها الجن بيغضب جدا، بيقول له انت مجنون عشان تطلب مني ان انا اجيب سيدي واعلقه في السقف. دي بقى المعلومه اللي علاء الدين ما كانش يعرفها، ان طائر الرخ اللي هو كائن اسطوري موجود عند العرب كان الجن بيعتبره ان هو السيد بتاعه، فكان طبعا من الاهانه ان هو يقول له هات سيدك وعلقه في السقف. ساعتها الجن بيغضب اكتر وبيقول لعلاء الدين انا مش هحقق لك امنيات تاني، انت انسان جاهل وطماع ومتعجرف انت ومراتك، ما كانش كفايه اللي انا عملته عشانك؟ انا حققت لك كل حاجه نفسك فيها، جوزتك الاميره وخليتك من اسرى الناس الموجودين، ولكنك كنت انسان طماع. قال له والاهم من كده انك غبي واتضحك عليك. قال له عشان الست اللي واقفه هناك دي مش فاطمه، ده اخو الساحر اللي انت قتلته جاي ينتقم منك. وبعدها الجن بيختفي ومعاه المصباح. علاء الدين طبعا وقتها بيتجن، لان في فرق انت يمكن ما لاحظتوش من اول القصه، وهو ان علاء الدين عمال يطلب في طلبات لا نهائيه. وهو ده الفرق بين القصه والفيلم، ان علاء الدين في الفيلم كان معاه 3 امنيات بس، لكن بقى في القصه علاء الدين عنده عدد لا نهائي من الامنيات. فبعدها بينزل ومعاه خنجر وبيقرب من اخو الساحر وبيطعنه في بطنه. الاميره في ساعتها بتتخض انت ازاي تقتل واحده كبيره في السن، ولكنه بيكشف لها اللبس بتاعه ان ده اخو الساحر وجاي منتحل شخصيه فاطمه. علاء الدين بعدها بيعيش مع الاميره ومع امه في تبات ونبات وسلام، وبتنتهي القصه على كده، وبيكون خلاص فقد كل الامنيات بتاعته. ودي كانت قصه علاء الدين الحقيقيه موجوده في كتاب الف ليله وليله، واللي طبعا التفاصيل بتاعتها من تجسس على الستات العاريات وخطف وقتل ما كانش ينفع ان ديزني تحطها في اي فيلم موجه للاطفال. فقرروا طبعا ان هم يغيروا اغلبيه الشخصيات وكمان اغلبيه الاحداث. ولكن عرفوني رايكم وانه قصه فيهم انتوا حبيتوها اكتر. تشبه تعمل فولو ولايك لو عجبتك الحلقه. رمضان كريم عليكم، معاكم محمود زايد، سلام.